بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم. النهاردة عندنا هنحلل النهاردة 4 مباريات، مباراتين في الدوري المحلي ومباراتين في دوري أبطال أوروبا. المباراة في الدوري المحلي الأهلي وزد والزمالك وسموحة، ثم في دوري أبطال أوروبا هنحلل ريال مدريد ميلان وباير باريس وأتلتيكو مدريد. أول حاجة نبدأ بماتش الأهلي وزد اللي انتهى منذ أمس 1-0 للأهلي، اللي جاب الجون طاير محمد طاير. يلا بقى نقول التشكيل الأول، وبعد كده نحكي الحكاية ونحكي القصة ونشوف الأهلي والزد عملوا إيه في المباراة. أول حاجة أبدأ سطور القصة، تشكيل النادي الأهلي الأول: لعب محمد الشناوي، رامي ربيعة، لا محمد الشناوي في حراسة المرمى، من اليمين للشمال عمر كمال عبد الواحد، يحيى عطية الله، 2 سنتر باك، رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح، وفي النص مروان عطية وإمام عاشور وكوكا وحسين الشحات وطاير وأبو علي. وبعد كده نبدأ بقى المباراة. النهارده الاهلي اول هجمه ضيعها في الثانيه 35، عمر كمان ضيع كوره كده، ثم الاهلي ضيع في الدقيقه 4، ثم الاهلي سجل في الدقيقه 10 عن طريق طاير محمد طاير بيجيب جون ولا احلى ولا اروع ولا اجمل. بعد كده الاهلي ضيع في الدقيقه 35، بعد كده زيد ضيع زيد ابتدي يمسك الكوره من اول 36 لحد نهايه المباراه، لحد نهايه الشوط الاول، ويخلص الشوط الاول ونهايه الشوط الاول 1-0. بعد كده الشوط التاني زد يفضل ضاغط ضاغط ضاغط، زد ضيع في الدقيقة 61 ثم 62 ثم 74، ثم الأهلي ضيع في الدقيقة 89 وحتة. وبعد كده نهاية المباراة فوز 1-0 النادي الأهلي، وبياخد 6 نقط غالية، بيصدر ال3 نقط الدوري العام. بعد كده نتكلم بقى على المباراة التانية، مباراة سموحة والزمالك. سموحة والزمالك ولا أجمل ولا أحلى؟ يلا نقول تشكيل الزمالك وسموحة برضو. نقول تشكيل الزمالك: في حراسة المرمى بدأ محمد عواب حراسة المرمى، من اليمين للشمال ما بدأ مع محمد عمر جابر ومحمود باتك وحسام عبد المجيد والمسلوسي ومحمد شحاتة ودونجا وعبد الله السعيد وشي كابالا ومصطفى شلبي وناصر منسي. النهارده الزمالك برضو لعب ماتش ولا يعني لعب اداء متوسط جدا. هنشوف دلوقتي ملخص المباراه: الزمالك وسموحه. الزمالك يسجل في الدقيقة الثانية بهدف ناصر منسي، ثم سموحة يمسك كورة يضيع في الدقيقة 9، ثم الزمالك يضيع في الدقيقة 19، ثم سموحة يضيع الدقيقة 29، ثم سموحة يضيع 39، ثم سموحة يضيع هجمة في الدقيقة الثانية وقت بدل الضيع، ونهاية الشوط الأول 1-0 لسموحة الزمالك. بعد كده الشوط الثاني سموحة ماسك كورة ضيع في هجمة في الدقيقة 61 ثم 72، ثم الزمالك يضيع في الدقيقة 75، ثم الزمالك يسجل هدف تاني عن مصطفى شلبي في الدقيقة 84، ثم الزمالك يضيع في الدقيقة 89، ثم الزمالك يضيع في آخر هجمة الدقيقة 92. كده الزمالك برضه سموحة كان أحسن، سموحة كان يقدر يتعادل لولا خطأين من هاني سليمان، كان على الأقل الماتش يخلص تعادل أو مكسب لسموحة. هارد لك لسموحة وألف ألف مبروك. ونفس الكلام لأهلي وزد، ألف ألف مبروك للأهلي وهارد لك لزد. يلا نتكلم بقى على بعض أخطاء بتاعت مرسى الكورة دي شوية على الأهلي وزد، برضه نرجع تاني للأهلي وزد ونشوف الأخطاء. برضه بصراحة يعني ميرسال كولر بيتأخر في التغييرات. ميرسال كولر وحش جدا في التغييرات بتاعته وبيتأخر. ليه ميرسال كولر ليه بيتأخر؟ لأن إمام عاشور يطلع وينزل مكانه قفشة، وأنا مغمض دجلو إمام عاشور قفشة، ينزل أكرم توفيق ليه؟ أنا عايز أعرف برضه. وليه متأخر بيرسي تاو ليه في الدقيقة 91؟ هو حسين الشحات ما خلاص ما مات قصدي ما اتصاب جامد بيطلع ونازل تاو؟ لا، المفروض تنزل حسين الشحات
بتاو بدري جدا، المفروض تنزل الشحات بدري كده. ده اخطاء الاهلي النهارده، ودي غلطات، دي غلطات مستر كولر. مستر كولر عيب بس بيأخر في التغييرات، عايزين تغييرات اقدر كده. والنهارده نتكلم برضه، نرجع اخطاء جوميز النهارده. ما شيكابالا النهارده من أسوأ اللعيبة أنا شفتها في حياتي. شيكابالا خلاص كبر. شيكابالا يعتزل، المفروض شيكابالا يبطل الكورة ويمسك منصب في الجهاز الفني أو منصب في الإدارة. شيكابالا لعيب كبير ولعيب أسطورة، يمسك منصب في الجهاز الفني. شيكابالا خلاص مش قادر، باص غلط، والجماهير الزملكاوية كلهم مش راضيين على أداء شيكابالا النهارده. شيكابالا أخطأ جدا. شيكابالا المفروض يعتزل. باص كتير كتير شيكابالا مش باص، يعني النهارده شيكابالا باص غلط كتير جدا. 26 كرة خطأ. الزمالك كده أسوأ كده. الزمالك كده برضو ياخد 6 نقط، هو والأهلي 6 نقط. كده الأهلي والزمالك كده مصدرين الدوري بإذن الله. هل الأهلي والزمالك وبيراميدز الخناقة بتاعت السنة اللي فاتت هنشوفها السنة دي؟ هل الأهلي والزمالك مباراة الدور الأول او المباراه الاولى الدور الاول اللي في فبراير هي تحسم تسعة الاوائل، ومباراه الدور الثاني الاهلي والزمالك قبله بعد مباراه الدور الثاني هي مباراه القمه هي تحسم الدوري؟ هنشوف ونتابع خلال الفتره اللي جايه وخلال الايام اللي جايه. ناخد فاصل، بعد كده نتكلم على ريال مدريد وميلان واتلتيكو وباريس. فاصل ونرجع لبعض مره تانيه باذن الله. يلا بقى رجعنا من فاصل ورجعنا مرة تانية. يلا نتكلم عن ريال مدريد وميلان ونحكي القصة والحكاية بتاعت ريال مدريد وميلان. قبل ما نبدأ، مدريد سيء جدا جدا جدا، ومدريد امبابي الفانيلا بتاعت ريال مدريد تقيلة عليه. انا مش عارف ليه فانيلا ريال مدريد تقيلة على امبابي. ولوكاس وحش جدا، مصاب اصابة كان غفال مؤثرة جدا على ريال مدريد. اصابة مين؟ كان غفال، لا باك رايت. وارديجو اصابة كان غفال وارديجو هي مؤثرة على ريال مدريد بشكل وحش. ومبابي الفانيلا بتاعته تقيلة جدا عليه. مش عارف هل مش واخد على الفرقة ولا مش واخد على فينيس. هنشوف ونتابع. يلا بقى نحلل المباراة. ريال مدريد يضيع هجمة في الدقيقة الثالثة، ثم ميلان يضيع في الدقيقة الخامسة، ثم الريال يضيع في الدقيقة 7، ثم ميلان يجيب كرة وجون ولا أحلى ولا أجمل من كرة ثابتة في الدقيقة 11 من ضربة ركنية. الضربات الركنية والفاولات الثابتة هي تفاصيل صغيرة جدا بتحصل في المباراة. ثم الريال يضيع هجمة في الدقيقة 13، ثم ضربة جزاء ريال مدريد يتعادل في الدقيقة 22 من ضربة الجزاء اللي جاب الجون فينيس. بعد كده ميلان يضيع هجمة في الدقيقة 30، ثم ميلان يضيع هجمة في الدقيقة 35، ثم الريال يضيع هجمة في الدقيقة 37، ثم ميلان يجيب هدف الثاني ب 2-1 عن طريق موراتا. بعد كده الريال يضيع في الدقيقة 44، ثم نهاية الشوط الأول 2-1 ميلان. ثم ميلان يضيع هجمة في الدقيقة 51، الريال يضيع هجمة في الدقيقة 57، الريال يضيع 61، الريال يضيع في 63، ميلان يسجل في الدقيقة 72، الريال يسجل هدف 81 بس الغاء الهدف. الفار بعد رجعوا على الفار الاوفسايد. ميلان يضيع هجمة في الدقيقة 86، الريال يسجل هجمة في الدقيقة 91، ثم الريال يضيع هجمة في الدقيقة 93. ونهاية المباراة فوز ميلان 3-1. أقول لكم على حاجة، فود انشيلوتي يقعد كده ويقفل على فرقته ويشوف ايه الحكايه ونشوف ايه القصه حكايه الميلان والريال. المفروض الريال عنده ماتش الجاي مع ليفربول يوم 27، لو خسروا كده الريال خارج دوري ابطال اوروبا خلال الفتره اللي جايه. هنشوف ونتابع يوم 27 مباراه ريال مدريد مع ريدز ليفربول. يلا نتكلم عن المباراه الاخيره معانا، هي مباراه باريس واتلتيكو مدريد.
يلا بقى. بصراحة باريس لعب ماتش حلو، بس اتلتيكو خطف وجري. قال لكم التحليل دلوقتي حالا. باريس يضيع هجمة في الدقيقة الأولى، وباريس يضيع في هجمة في الدقيقة الرابعة، وباريس يسجل في الدقيقة 13، ثم اتلتيكو يتعادل بعدها بالدقيقتين أو بعدها بثلاث دقايق في الدقيقة 17، ثم باريس يضيع هجمة في الدقيقة 24، ثم باريس يضيع هجمة في 30. نهاية الشوط الأول 1-1، ثم مباراة الشوط الثاني باريس يضيع هجمة في الدقيقة 54 و58 و64 86 81 والدقيقة 92، ثم اتلتيكو يسجل هدف في الدقيقة الأخيرة عن طريق كريزمان في الدقيقة الأخيرة من المباراة والشوط الثاني، وكده يخلص اتلتيكو 2-1. كده اتلتيكو مدريد خطف وجري وفاز على باريس سان جيرمان، وكده صدر المجموعة دي هو صدر الدوري لحد الآن ليفربول لحد 8 فرق. ونشوف هيحصل ايه الايام اللي جايه باذن الله. وكل الجديد مع الكابتن باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم، هنشوف وهنتابع المباريات الجايه باذن الله. والف الف مبروك كل الفرق اللي كسبت دوري الابطال، وهارد لك للفرق اللي خسرت دوري الابطال، ومبروك للاهلي ومبروك على الزمالك تصدر 6 نقط قبل التوقف الدولي. عندنا باذن الله بقى الاسبوع الجاي منتخبنا الوطني هيلاعب اخر مباراتين في تصفيات افريقيا امام موريتانيا وراس الاخضر. كده كده احنا صاعدين، كده كده احنا كسبانين. المباراه دي وديه، وخصوصا بالمناسبه اعفاء 4 5 لعيبه اساسيه، اعفاء صلاح ومرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه وزيزو غاب للاصابه. مش عارف ناصر ماري يبقى موجود مع المنتخب ولا لا، وامام عاشور موجود ولا لا. ده كل ده يبان بكره السبت او الحد باذن الله. قرعه قائمه منتخب مصر هتنزل. بعد كده يوم الجمعه عندنا ماتش مع الراس الاخضر، ويوم الثلاث مع ماتش مع بيتسوانا. كل الجديد مع باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. الى اللقاء، سلام. الاهلي فاز على 6 نقاط، فاز على البنك على سيراميكا وعلى زد، والزمالك فاز على بنك الاهلي وسموحه. كده الاهلي والزمالك متصدرين الدوري، وفي خناقه ومنافسه. والنهارده بيراميدز برضه بيفوز 2-1 على انبي. كده بيراميدز معاه 4، الاهلي 3 والزمالك، الاهلي 6 والزمالك 6 وبيراميدز 4. كل الجديد مع باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم. والى اللقاء، اشوفكم في فيديو جديد. متنسوش اشتراك وتفعيل الجرس واللايك المتين او اللف المتين. كان معكم باسم الزمر ببرنامج الكرة مع باسم. شكرا، سلام. هنا القاهرة.